بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم تعلم السوفت وير. النهارده هنتكلم على موبايلات شاومي. احنا عارفين ان شاومي في الفتره الاخيره دي بقى كل الشغل الاف ار بي بتاعها عن طريق السيرفر، وبنستخدم ادوات زي مثلا اداه فونكس اشهرها، او اي ام تي، او في اداه تانية برضو عايز افتكر اسمها، اللي هي ثواني كده هوريها لك. اي ام تي اهو، وفي طبعا فونكس، وفي اداه اللي هي ماي فيكس برو. التلات ادوات دول هم اكتر ادوات منتشره معانا في شغل الاف ار بي شاومي. لكن انا ليا ملحوظه معينه كده عايز اقول لك عليها في الاداه بتاعت الفونكس. يعني ازاي نستخدم فونكس بسهوله وباقل سعر، لان في ناس كتير بتغلط. احنا عارفين ان فونكس شغاله شاومي اف ار بي، سواء ميديا تك او سواء كوالكوم. الفكره في ايه بقى؟ هفتح قدامك الاداه عشان افهمك النقطه المهمه دي اللي الكل بيغفل عنها ويدفع فلوس زياده او انت. هفتح الاداه قدامك واسجل. اديني فتحت الاداه وسجلت فيه. انا عايزك تيجي كده في الجنب الشمال ده وتشوف الخدمات. كل خدمه قدامها عدد من الكريدت. لو انت جيت عند شاومي اف ار بي، شايف شاومي اسيستنت اف ار بي، دي الخدمه اللي الناس بتستخدمها، الخدمه دي. طب الخدمه دي قدامها كريدت كام؟ 6 كريدت. جميل. يعني انت لو معاك جهاز شاومي، الجهاز شاومي ده مثلا ميديا تك، وحبيت تعمله محتاج 6 كريدت. طب ما انت ممكن تعمله بارخص من 6 كريدت. ازاي بقى؟ بدل ما تستخدم مي اسيسنت، يعني تدخل الجهاز في وضع مي اسيسنت. طبعا كلنا عارفين الوضع ده، واللي مش عارفه انت بتخش ريكفري وبتختار ثالث اختيار تحت، فبيظهر لك علامه الموبايل كده على الشاشه وفي كابل راكب، ده وضع مي اسيسنت اللي انت بتستخدمه. طب لو الجهاز المعالج بتاعه ميديا تك او كوالكم، بص بقى انت تستخدم دي اسهل ازاي بقى. بص كده، دي قدامها كام الخدمه دي؟ قدامها الخدمه دي قدامها 5 كريدت، يعني انت هتوفر كريدت يعني حوالي 53 جنيه او 55 جنيه في الخدمه. ازاي بقى؟ تعالى كده، انت مثلا اخترت شاومي من هنا. لما تختار شاومي من هنا عندك اختيارات كتير، هنا مكتوب مي اسيسنت. لو انت اخترت الاختيار بتاع مي اسيسنت ده كده، ودخلت الجهاز وضع المي اسيسنت، ودوست فاكتوري ريسيت، هيظهر لك هنا رساله يقول لك هخصم 6 كريدت. طب ما بلاش الوضع ده. بص بقى معايا، اختار ايه؟ اختار سيرفيسز هنا، واختار الجهاز من هنا اللي انت بتشتغله. حدد نوع الجهاز، وليكن مثلا هختار اي جهاز. الاجهزه المشهوره بتاعتنا ال 14 سي، 13 سي، ماشي، 15 سي. او الجهاز ده لو اتعمل في المي اسيسنت هنا يكلفك 6 كريدت. لو انت اخترت سيرفيس واخترت ريسيت اف ار بي من هنا، ركز معايا، او ممكن تعمل الاثنين مع بعض، فاكتوري ريسيت و فاكتور ريسيت وفي نفس الوقت اف ار بي. لا، هنا فاكتور ريسيت، هنا في اف ار بي. فانت لو هتعمل اف ار بي من هنا كده، هتدوس تعليق وتوطيه وتثبت ايدك وتركب الكابل، الجهاز هيقرا معاك وهيظهر لك رساله انه يخصم منك 5 كريدت. يبقى انت اذا وفرت 1 كريدت. انا بتكلم يا جماعه على حته ان انت توفر كريدت. لو انت مثلا هتعمل 5 اجهزه يبقى انت هتوفر فيهم 5 كريدت بجهاز، بدل ما تشتغل من وضع مي اسيسنت. كله بيغلط وبيشتغل من هنا، مش عارف انها ممكن تيجي من هنا من وضع السيرفيسز، وتختار اسم الجهاز وتختار العلامه، سواء الجهاز ده كان كوالكوم او ميديا تك، مش تفرق. كله تعليق وتوطيه. جميل. طيب، دي حته. في ناس طبعا يعني ساعات بتبقى جاي لك الايمي محتاج ان هو يتصلح، وتيجي تصلح الايمي على الدي اف تي برو، فيقابلك مشكله ان الجهاز مش بيقرا. يعني لازم يتفلش الاول بحاجه اسمها انج روم. انج روم ده انت بتنزله من عندك من على جوجل، وتفلش الجهاز، بتفلشه بكريدت من هنا.
حته مهمه برضو للناس اللي بتعدل الايمي، تفلش الانج روم وبعدين بتعدل الايمي. طبعا بيقول لك سيلكت الموديل، اختار اي موديل مثلا كده، وافلش الانج روم من هنا مثلا. طبعا انا هكون محضر الفلاشه ماشي كده. ده انج بريلودر، سوري، انج بريلودر ده يعني بيخليك ان انت تعدل الايمي على الدي اف تي بسهوله، انت واخد بالك، عن طريق التفليش. طبعا انت لما بتوصل الجهاز بيطلب منك مكان الفلاشه اللي انت محملها، وقلنا فلاشه الانج دي بنحملها من على اي موقع من مواقع جوجل، يعني اكتب في جوجل انج روم مثلا لجهاز كذا فهتلاقيه موجود. بنحتاجها امتى؟ لو احنا مش عايزين نفتح الجهاز، لان في اجهزه عشان تعدل الاثنين ايمي لازم تشيل مقاومه، والعميل مبقاش عايز يفتح الجهاز، فانت ممكن تفلش البريلودر ده يغنيك عن تفلش الفلاشه الانج دي هنا، يغنيك ان انت تفتح الجهاز وتعدل الايمي بعد كده في وضع الاي دي بي عادي، وبعدين تفلش رسمي فاست بوت على الدي اف تي. ده بالنسبه للجزء بتاع شاومي. برضو نقول حته ثانيه مهمه هنا في اجهزه الوان بلس. يعني ناس كتير تقول لي انا معايا جهاز ريلمي، عايز اشيل اف ار بي، جهاز عالي ومش قابل على ادوات. ده انت بمنتهى السهوله تشيله من غير ما تفتح الجهاز اصلا، وباتنين كريدت بس، يعني كلام عبيط. كل اللي هتختاره طبعا انت بتدور على ريلمي مش لاقيها، لان اصلا ريلمي مش موجوده. انت هتخش على الوان بلس، من هنا. لما تيجي بقى تختار الموديل بتاعك من هنا، تنزل كده تختار الموديل بتاعك، هتبص بقى مش وان بلس زي ما انت كنت متوقع. يعني هي وان بلس بس هي مش وان بلس. بص كده كل الموجود ايه؟ ريلمي وريلمي 10 برو وريلمي مش عارف ايه. اختار الموديل اللي انت عايزه، وكلها موديلات عاليه جدا. مثلا انت عندك ريلمي 13 بلس 5 جي، وكل ده ب 2 كريدت، يعني اي واحد فيهم ب 2 كريدت، انت واخد بالك. طبعا هي ساعات الكريدت بتعلى وتقل، بس هي واقفه حاليا عند ال 2 كريدت. لو اخترت اي جهاز مثلا، وبعدين اخترت سيرفيس من هنا كده، دوست فاكتوري سيت واف ار بي، بص كده اقول لك ايه الكوست، التكلفه بتاعت الجهاز 2 كريدت. 2 كريدت يعني حوالي 100 جنيه، في حين ان العميل ممكن يروح يعمله جيتاج وهو مش عارف يا عيني، او انت استلمت منه ورحت وديته لحد بتاع جيتاج يعمله، ياخد منك 500 600 جنيه. طب وليه؟ ما هو ب 2 كريدت اهو من غير ما يتفتح الجهاز، بتدوس اوكي وتوصل الجهاز تعليق وتوطيه وخلاص وخلصت. ده بالنسبه للوان بلس. هو احسن حاجه شغاله عندنا هنا هتلاقيها دايما في الشاومي وفي في الريلمي. احسن شغل هتلاقيه في الشاومي وفي الريلمي. بص بقى يا سيدي بقى كمان مفاجاه، ساعات يجي لك جهاز فيفو في 27، فيفو مدعوم الجهاز ده اهو، في 2 2 3 1 اهو. لو دوست عليه كده، عايزين نكنسله دي، هندوس مثلا فاكتوري كده واف ار بي. بعد ما اخترت الجهاز قال لك تكلفه الجهاز 2 كريدت، جهاز فيفو اهو ب 2 كريدت، فيفو في 27. ده الوحيد اللي مدعوم في فيفو هنا عشان لو جالك يعني. وطبعا كلنا عارفين ان يعني نعرف ننزل الاداء ونعمل عليه حساب بمنتهى السهوله، واشحن عليها كريدت من السيرفر، ولو مش عارف ابعت لي اشحن لك كريدت. شغل نفسك من غير ما تحتاج لحد يعني. انا مش عايزك تحتاج لحد، ما دام انت عندك تعرف تعمل حساب، ايه المشكله يعني وتشحنه كريدت؟ حط لك 10 كريدت واركنهم على جنب، هينفعوك بعد كده في اي جهاز يجي لك شاومي. اظن مفيش حد فينا مش بيجي له اجهزه شاومي، ولا حد فينا بيجي له اجهزه ريلمي. ده معظم الشغل شاومي وريلمي. طيب برضو لو جينا بصينا كده في اتش ام دي، الخدمه بتاعت النوكيا دي يعني غالبا ما بتبقاش شغاله غير فترات قليله يعني، وبتبقى الكريدت بتاعتها كتير. هنا
اه بس كده. طبعا الشاومي لو حبيت تفلش في الشاومي بتختار لو حبيت تفلش مثلا، يعني الجهاز مش مدعوم تفتيش على دي اف تي او على ادوات العاديه، بتفلش بكريدت. تقريبا 4 كريدت بتفلش بيهم. تختار من هنا الفلاشه، بتدوس فلاش من هنا، تختار طبعا، بتختار الموديل بتاعك، وليكن مثلا اخترت 14 سي. عندك كذا فيرجن، لو ما فلش معاك في فيرجن واحد يفلش في فيرجن اتنين، يفلش في فيرجن تلاته. عندك فيرجنات كتير قوي لل 14 سي ده، اكتر جهاز بيحتاج تفليش، بيجي لنا ميت على طول. او تختار الفلاش من هنا، وطبعا بتكون محمل الفلاشه من اي موقع من مواقع شاومي، مواقع كتير قوي. اكتب في جوجل بس ريدمي 14 سي فريم وير، واختار اول واحد او تاني واحد، يعني شغالين زي الفل، تحميل مجاني. وتخش طبعا تحت تحط الفلاشه بتاعتك من هنا، تختار فلاشتك. بعد ما بتختار فلاشتك بتدوس فلاش، وخلصت الليل. طولت عليكم شويه، معلش يعني، انا حبيت بس انوه على الاداه دي، وازاي توفر كريدت فيها، وازاي تستخدمها بسهوله. وشكرا لحسن الاستماع.